السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول إعدادي، مرحبا بكم مجددا مع موضوع جديد من موضوعات المناهج المكررة في الفصل الدراسي الأول 2025 التعليم الجديد. مقال البطولة والأبطال للكاتب الكبير أحمد أمين. خلفية عن المقال. طبعا المقال ده جزء أو من الجزء الثامن لكتاب فيض الخاطر، والذي جمع فيه أحمد أمين مجموعة مقالاته الأدبية والاجتماعية. طبعا بيتكلم عن مفهوم البطولة والأبطال. الجو العام للنص: حرص الكاتب على أن يعبر عن رأيه في مفهوم البطولة والبطولات، وكيف يكون الإنسان بطلا ويصنع لنفسه بطولات تخلد ذكرى. الفكرة الأولى: مفهوم البطولة والأبطال. إن البطل في كل عصر وعند كل أمة يستمد معناه من حالة الأمة والجماعة ومن عقلياتها ومن عقيدتها. فاليونان في عصورها الأولى كانت حياتهم مملوءة بالآلهة وأنصاف الآلهة لكل قوة طبيعة، فخلعوا على البطل نوعا من التقديس ونسبوا إليه كل ما يتخيلون من وجوه الكمال، وقدسوه تقديس الآلهة وعبدوه عبادة الآلهة. لو احنا بصينا على الفكرة جزئية منها: إن البطل، طبعا البطل هتبقى اسم إن منصوب على نصبه الفتحة. في كل عصر جر ومجرور عم جر الكسرة. طبعا اللي بيجي بعد كل يا جماعة على طول تبقى عارفه إن هو مضاف إليه. وعند كل أمة يستمد، لسه بيستمد طبعا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل طبعا ده مساعد الدور هو، ومعناه طبعا مفعول به منصوب بالفتحة، والهاء مضاف إليه. لو اتكلمنا على الفكرة، بتتكلم على ان في اليونان كان عندهم البطل طبعا بيخلعوا عليه نوع من التقديس ونسبوه إليه كل ما يتخيلوه من وجوه الكمال. لو بصينا عند العرب في جاهليتهم، كان طبعا لما كانت حياتهم حياة حرب، وخلي بالك من كلمة حرب ده عشان نحتاجها في التدريبات بعد كده. كبرى فضائلهم، طبعا كبرى ديت مؤنث مذكرها أكبر. هقول تاني: كبرى مذكرها أكبر. إن شاء الله بإذن الله لما تكبر في الصف الثالث الإعدادي وتاخد درس الممنوع من الصرف هتعرف إن أكبر ممنوع من الصرف السابين طبعا وصفية زائد وزن أفعل، وكبرى طبعا وصفية زائد وزن فعل. وكانت كبرى فضائلهم الشجاعة، وكان أفضل رجل في نظرهم من حمل عشيرة وزاد عنها ونكل بالقبائل الأخرى وغنم منهم. طبعا منها كان البطل في نظرهم هو الشجاع الفتاك والخصوم العليم بالحروب السفاك للدماء الذي يتمثل في عنترة العبسي وأمثاله. طبعا كان بطل عبس وفارسها المغوار. وطبعا قصة عنترة بن شداد تاخدها في الصف الأول الثانوي. ومعروف عنترة من أصحاب المعلقات. بيقول في مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، عمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار عبلة واسلمي. طبعا ثم لما جاء دور العلم في المدينة الحاضرة واهتم الناس بإصلاح دنياهم وقدروا الرجال بما يظهر من آثارهم وما ينالون من الخير في الدنيا على أيديهم، تغير مقياس البطولة فكان البطل. طبعا يبقى كده احنا عرفنا البطل في اليونان خلعوا عليه وقدسوه زي الإله. أما في العرب في الجاهلية كان هو الشجاع اللي بيدافع عن القبيلة زي عنتر بن شداد وغيرهم. أما في العصر الحديث زي ما هنشوف دلوقتي، كان هو بالنسبة لهم رئيس الحكومة البارع الحكيم الحازم، أو المخترع الكبير، أو الفنان القدير، أو الفيلسوف العظيم، أو المحرر لوطنه، أو المؤسس للصناعة. يبقى احنا كده عندنا 3 أنواع. الدرس جابه من البطولات أشكال. أول حاجة عند اليونان كان بيخلوه طبعا زي الإله بالظبط. عند العرب هو الفارس المغوار. في العصر الحديث لما اتطور هو رئيس الحكومة، هو بالنسبة له البطل اللي هو يقدر يسير البلاد. الفكرة الثانية: هل هناك طبعا أهمية البطولة في حياة الأمم وجعلها طبعا وجهلنا بعناصرها.
وهكذا تطورت البطولة بتطور الزمان وتطور العقول وتطور الأنظار. ومن هذا نرى أن البطولة تكاد تكون مطمح أنظار كل أمة في كل موقف من المواقف. فإذا تغير موقف الأمة تغير تقويمها. خلي بالك من دي برضه عشان نحتاجها في السؤال بعد كده. البطل والبطولة. فالبطل هو الذي تتبلور فيه آمال الأمة وتتحقق فيه مطامحها وتتخلص به من آلامها. والأبطال في الأمة يتفاعلون معا. طبعا الأبطال هنا بتعرب مبتدأ مرفوع من رفع الضمة، في الأمة جار ومجرور بالكسرة. يتفاعلون طبعا ده معروف انه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فإن سألتني عن العناصر التي يتكون منها البطل على حسب ما نفهمه في عصرنا الحاضر، قلت أن عناصر البطولة ثلاث. لو احنا بصينا عليها، رقم 1 أن يكون مصدر خير كبير لقومه، يبقى يكون مصدر خير كبير لقومه. ده من أول عنصر عناصر البطولة، هم ثلاث فقط. فإن اتسعت بطولته وزادت قيمته كان مصدر الخير للإنسانية كلها. يستوي في ذلك أن يكون نوع بطولته سياسيا كتحرير أمة، أو اقتصاديا طبعا كإغناء، أو علميا كأن ينبع في علم من العلوم نبوغا ظاهرا، أو يتغلب على أداء يفتك بالإنسانية، أو فنانا كبيرا يسعد الناس بفنه من شعر أو أدب أو موسيقى، أو تصوير، أو فيلسوفا كبيرا يكشف من حقائق الكون ما كان مجهولا. طبعا مجهولا هنا يا جماعة تبقى خبر كان منصوب بالفتحة، كان هو مجهولا أو نحو ذلك. فكل هذا أو هذه الأشياء منابع البطولة. طبعا النقطة الثانية عندنا من عناصر الشخصية، من عناصر البطولة طبعا قوة الشخصية، وركز أو فيها قوة الشخصية. فقد يصدر الخير الكثير من شخص ولكن لا يكون بطلا لضعف شخصيته، لأنه ملحوظ في البطولة أن يكون قويا يحمل الناس على إجلاله وإعظامهم والاقتداء به. إنه إذا كان مصدر خير وليس له شخصية قوية صح أن نسميه عظيما، ولكن لا يصح أن نسميه بطل، ودي برضه هنحتاجها في أسئلة بعد كده. فكل بطل عظيم وليس كل عظيم بطل. ثالث حاجة طبعا أو العنصر الثالث ألا يأتي من الأعمال في حياته ما يفسد عظمته أو بطولته فالنابغة، إذا كان وطنيا كبيرا أو اقتصاديا كبيرا أو عالما كبيرا أو فيلسوفا كبيرا ثم أتى بما يدل على خسته أو نذالته، لا يصح أن نسميه أو يسمى بطل. طبعا برضه خلي بالنا من ديتي عشان نحتاجها في سؤال جاي في الأسئلة اللي جاية إن شاء الله. سر وحقيقة صناعة البطل. أما متى ينتج البطل وكيف يولد، طبعا في الأمة فشيء ما زال سر غامض ولم يكتشفه العلم طبعا والبحث. قالوا أنه يتبع الصحة الحسنة وجودة الغذاء، فجاء البطل أحيانا مريض الجسم تربى على سيء الغذاء. وقالوا أنه ينتج عن الأسرة الصالحة والأسرة المشهورة بالنبل والذكاء، فجاء أحيانا من أسرة وضيعة لم تعرف بالنبل ولا بالذكاء. وقالوا أنه يمكننا حدثه طبعا بما اخترعنا من مقياس الذكاء، فنجح البطل بعد أن سقط في امتحان مقياس الذكاء. وقالوا إنه لابد أن يكون ذا طلعة بهية ووجاهة جلية، فظهر البطل كما ظهر سقراط في قبح زري ومنظر غير بهي، ولكن غطى جلال بطولته على زرية هيئته. فالحق أن قوانين البطولة لم تكتشف. طبعا تكتشف فعل مضارع مجزوم على الجزم السكون لأنه صاحب الآخر، ولم ده من أدوات جزم الفعل المضارع اللي هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ولله في خلقه شؤون. عايز أركز على الجملة دي شوية. لله اسم الجلالة، الجار والمجرور شبه جملة، خبر مقدم، في خلقه برضو جر ومجرور، والهاء مضاف إليه، شؤوني هتبقى مبتدأ مؤخر، وأصل الجملة شؤون لله في خلقه. طبعا دي البطولة والأبطال. لو احنا بصينا على تدريبات ركز معايا. السؤال الأول طبعا بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. للبطل مفهوم واحد يتفق عليه الجميع، طبعا إجابة غلط. كان تقدير الناس في العصر الحاضر لما يقدمه الرجال من خير، كلام صحيح. لم تحافظ كلمة البطل على قيمتها لأننا وضعناها في معاني وصور محددة، طبعا الإجابة طبعا هتكون غلط، لأن طبعا ما نقدرش نحدد مقياس طبعا البطولة والبطولات، لأنها بتتغير من مكان ومن دولة ومن زمن لزمن.
تتألف مواصفات البطل من 4 عناصر، طبعا غلط، من 3 عناصر. كلما اتسعت البطولة وزادت قيمة البطل نسيه الناس مع مرور الزمن، لأن طبعا بيظهر بطل جديد. كل بطل عظيم وليس كل عظيم بطل، كلام صح. ليس بالضرورة أن يكون البطل مثلا يحتذى به، طبعا الإجابة غلط، لأنه طبعا هيكون كل الناس بتحتذى به لأنه قدوة ليهم. بإمكاننا تحديد أسباب خلق بطل في أمته، طبعا غلط، لأن طبعا قالوا عنه ان هو بهي الطلعة، ولكن طبعا جه سقراط وغيره وغيره، فطبعا الإجابة خطأ. كانت الحياة عند العرب في الجاهلية حياة، طبعا حرب زي ما احنا لسه قارئين. كان الذي يشغل الناس في العصر الحاضر طبعا إصلاحهم دنياهم. تنظر الأمة إلى البطل على أنه أمل ليها. التعبير الدال على مدى الارتباط بين الأبطال والأمة، طبعا فخلعوا على البطل نوعا من التقديس. يتغير تقويم الأمة للبطل والبطولة إذا تغير موقف من مواقفها، ودي لسه قايلينها برضه وقايلين بالنا منها. تجنب الكاتب في مقاله الحديث عن المعنى طبعا الغامض للبطولة. من العناصر التي يرى الكاتب أنه يجب توفرها في البطل أن يكون مصدرا للخير، لسه قايلينها برضه عارفين، ركز شوية. إذا كان الشخص مصدر خير وليس له شخصية قوية صح أن نسميه عظيما وليس بطلا. ما يفسد عظمة البطل أو بطولته أن يتصف في أعماله بالنزالة، دي اللي جت في الفقرة الأخيرة أو الفكرة الأخيرة. عجز العلم والبحث عن أن يوضح صفات البطل، لأن طبعا على حسب ما هم بيقولوا. لا ركز معايا طبعا في التدريبات النموذجية متحررة المحتوى. من هو البطل؟ لا نريد أن نقتبس جواب هذا السؤال من أقوال المؤرخين وعلماء النفس ورجال المعرفة والأدب، وإنما نريد أن نستمع إلى أقوال العامة الذين يحسون البطولة ويؤمنون بها ولا يقرؤون الكتب أو يبحثون في موضوعاتها. فإذا سألت هؤلاء من هو البطل فيغلب أن تسمع ذلك الجواب الشائع طبعا الخطأ، هو أن البطل هو من لا يخاف وفلان بطل عندهم، أي إنه مقتحم هجام لا يبالي العواقب ولا يتردد عند خطر، وتلك الصفة الغالبة للبطولة في رأي الأكثرين. كلام عباس العقاد، ساعات بين الكتب بتصل. تخيل الإجابة الصحيحة. معنى كلمة نقتبس طبعا الإجابة نأخذ على طول. جمع خطر أخطار، زي جمع حسن طبعا محاسن. طبعا ممكن خطر، طبعا ممكن نقول مخاطر برضو، لأنها طبعا ممكن أخطار خطر. طيب ممكن نقول برضو محاسن حسن محاسن، ممكن نقول خطر مخاطر، بس طبعا أدق أخطر. لمعرفة معنى البطولة لجأ الكاتب إلى الناس البسطاء. استخرج من الفكرة أسلوبا إنشائيا، هنقول من هو البطل. طبعا يا جماعة ده أسلوب إنشائي استفهام، الغرض منه جذب الانتباه وإثارة الذهن وتشويق إحساس السامع. هل تعتقد أن خلفية الكاتب خلفية ثقافية؟ نعم، لأنه مطلع على أقوال المؤرخين وعلماء النفس ورجال المعرفة والأدب. خش على السؤال الثاني وركز معايا يا ابني. السؤال الثاني: أما أن البطل شجاع فهذا صحيح لا شك في ذلك، وإما أنه لا يخاف، فهنا سنتوقف قليلا، لأن الشجاعة ليست هي عدم الخوف وإنما هي التغلب على الخوف. فرب رجل لا يبالي الخطر يكون اقتحامه جهلا بالخطر وغفلة عن العواقب، ويشبه في هجومه على الأمور حيوانا يسب على فريسته. وإنما الشجاعة الإنسانية التي تشرف الإنسان وترفعه إلى مقام البطولة هي أن تعرف الخوف ثم تكون أنت أكبر منه وأقوى من أن تستسلم له. معنى كلمة التغلب يعني القضاء. الشجاعة عكسها الجبن. الشجاعة الحقيقية هي أن تهزم الخوف. الخطر يكون اقتحامه جهلا، ده التشبيه، شبه الخطر بمكان يقتحم. مفهوم الشجاعة من وجهة نظرك طبعا أي حد ممكن يقولها، هي أن تواجه المخطئ ولا تخاف من أحد إلا الله عز وجل. على حسب ما أنت عايز تجاوب، هي أن تواجه المخطئ ولا تخاف من أحد إلا الله عز وجل. لو بصينا على
السؤال الثالث: قد تسمع جوابا آخر على سؤالك من غالب الناس فيقولون لك إن البطل هو من يغلب منازليه ويقوى على خصومه إلى آخر القطعة. معنى كلمة غالبهم يعني هزمهم. مفرد كلمة منازلي منازل. البطولة تكمن في التغلب على الشهوات. علاقة قوله لأنه، طبعا يا جماعة كلمة لأن دي سبب، فهتبقى علاقتها تعليل مباشرة. أيهما أصعب على الإنسان، مقاومة النفس أو مقاومة الخصوم؟ طبعا مقاومة النفس، لأنها أمارة بالسوء والشر، فلما يتغلب عليها يبقى هو كده بطل حقيقي. السؤال الرابع: إن الرجال الذين يخافون على أممهم الذل ويرجون لهم العزة أو الذين يخافون على العالم كله ويأمنون له الحرية ويرجون له الخير والرفعة، أو يخافون عليه الظلم والجهالة ويرجون له النور والمعرفة. إن هؤلاء الذين يخافون ذلك الخوف ويرجون ذلك الرجاء لا ينسون الأمة والعالم في مأزق الحياة وتقلبات الدار. أولئك هم عظماء الأبطال في تاريخ بني الإنسان، وأولئك هم شرف الآدمية والمعنى الذي تطيب من أجله الأرض وتنظر من صوبه السماء. كلمة مأزق يعني شدائد. الحرية عكسها العبودية. الأبطال هيكونوا يرفضون طبعا الإهانة. لو بصينا على السؤال بعد كده: يخافون عليه الظلام والجهل ويرجون له النور والمعرفة. اشتملت العبارة السابقة على طبعا العلم والنور، الظلام والنور والجهل والمعرفة، دي طبعا تضاد يبرز المعنى ويوضحه. صح، الإجابة صح. المقال السابق مقال رأي، لأنه يعبر عن وجهة نظره ونظر الكاتب في مفهوم البطولة. لو بصينا يا جماعة على السؤال الخامس: أما الركيزة الثالثة فهي الشجاعة، إذ لا بطولة من دون شجاعة فائقة، لأنها عدة البطل في الحرب وسلاحه. أما الركيزة الرابعة فهي الرحمة، فالبطل ليس وحشا كاسرا قاسي القلب متبلد المشاعر، بل هو إنسان عطوف طيب القلب رقيق المعاملة، وهذا لا يتناقض مع شجاعته. ومن يتصور أن البطولة خالية من الرحمة فإنه خاطئ، يتوهم أن البطولة تدمير وتخريب وإفساد وغطرسة، وينسى أن الأبطال في تاريخ الإنسانية قد عرفوا الرحمة والعطف والوفاء والضعف أمام المواقف الإنسانية. طبعا ده الدكتور عمار علي حسن: معنى البطولة ومنابها ومبناها بتصرف. تخيل الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. الوفاء طبعا معناه الإخلاص، مضاد كلمة تخريب تعمير. الركيزة جمعها الركائز. الخطأ الذي قد يقع فيه البعض أنهم يظنون أن البطل قاسي القلب لا يعرف الرحمة. الغرض من هذا المقال هو هنا الإقناع في قول الكاتب فالبطل ليس وحشا كاسرا. طبعا ده تشبيه. سمات الشخصية للكاتب: مثقف واسع الاطلاع. هات من فقرة الترادف عندنا تخريب وإفساد. طبعا تخريب وإفساد يقوي المعنى ويوضحه. يبقى تاني: الوفاء معناه الإخلاص، تخريب معناه تعمير مضاده تعمير. الركيزة جمعها الركائز. الخطأ الذي يقع فيه البعض أنهم يظنون أن البطل قاسي القلب وطبعا لا يعرف الرحمة. الغرض من هذا المقال الإقناع. البطل ليس وحشا كاسرا، ده تشبيه. سمات الشخصية الكاتب: مثقف وواسع الاطلاع. ترادف عندنا تخريب وإفساد يقوي المعنى ويوضحه ويبرزه. قد يكون التدمير شكل من أشكال البطولة، وضح ذلك. عندما يكون شكلا من أشكال البطولة هدفه حماية الأبرياء، الدفاع عن قيم ومواجهة الظالم والقضاء على الفساد. بكده نكون احنا خلصنا درس البطولة والأبطال. حبايبي طبعا عايز اديكم تدريب اللي هو دهوتي السؤال الثالث والسؤال الرابع. دهوتي السؤال الثالث ده، السؤال الرابع ده طبعا هتحله، ولو عندك أي مشكلة في أي إجابة اكتب لي في التعليقات وأنا هجاوب لك عليها إن شاء الله. أشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.